مهم ومفيد وعلى قد الايد. صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا رب اللي يعمل لايك ربنا يرضيه في حياته وفي ولاده. هفضل ادعي الدعاء ده لكل واحد وواحده عمل لايك وسمع الفيديو ان شاء الله باذن الله. الدعاء من نصيبك يا اللي تعمل لايك وتعلق في الكومنتات. القمح من الاكلات المفيده والمغذيه وعلى قد الايد وباي حاجه تعمليها. الكيلو مبدئيا ب 24 جنيه وبيوصل لاماكن تانية ل 28 جنيه. انا بتكلم على السايب يا جماعه. جبتي ب10 جنيه ماشي، جبتي كيلو برضو ماشي. في كل حال من الأحوال مهم ومفيد وبيغذي الولاد وعلى قد الإيد. عملتيه بلبن ماشي، برضو عملتيه من غير لبن مش هيقول لأ زي ما بنشتريه. البليلة من الأكلات المهمة والمفيدة والكبير والصغير. أنا كنت جايبة الكيس ده ب20 جنيه، كان تقريبا عامل 800 جرام او 900 جرام. مسكته نقيته وغسلته، وطبعا غسلته حبه حلوين بما انه سايب، يعني قد 5 6 مرات لحد ما ميته تنشف. انا عاده بعمله غير الطريقه المعتاده، هنا مش هنقعه هسويه على طول. انا مسكت القمح بعد ما غسلته ونزلت عليه كوبايه من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودر وده اختياري جدا بس للامانه بيديها نكهه. السكر واللبن البودر، ولو عندك معلقه من الكريم شانتيه سايبه حطي. انا اللبن البودر والكريم شانتيه برضو بجيبه سايب وبجيبه ب10 جنيه، بس اللبن البودر ما فيش ب10 جنيه، يا اما تجيب الكيس بقى ابو 6 جنيه العادي ده. وحطيت عليه كيلو لبن. اللبن كنت جايباه ب 30 جنيه من السوق من الواد محمود اللي في منافذ الخير مدينه الشروق. عايزه اقول لكم الوحيد اللي عنده امانه وضمير وبتعامل معاه، وهو اللي بجيب منه مكعبات الجبنه الفلاحي والجبنه القديمه ب10 جنيه. مكعب صغنطوط كده بيكون مبرك، هاتي بقى مكعب اتنين تلاته بس يا رب تلاقيهم عشان هو بيخلص على طول. صلي على حضرة سيدنا النبي. انا نزلت باللبن وهولع النار هحطها يعني. اول ما تبدأ تغلي هطفي عليها، انا هنا مش هنقعها هسويها على طول. اول ما تغلي هطفي عليها واسيبها ساعتين وهكذا. وما تنسيش تحطي نص كوبايه من الرز. انا حطيت رز ونسيته وما جاتش في الكاميرا، بس الامانه انا حطيت رز. وهديله تقليبه. عايزه اقول لك الخليط اللي انت عملتيه ده لو تقتيه من غير طبعا القمح ني هيبقى طعمه نينجا نينجا نينجا. صلي على حضرة سيدنا النبي. لما تستوي هتلاقي القمحية نفشت وكبرت كده زي ما انت شايفة. طعمها بدأ يستوي بس لسه ما استوتش. افضلي وراها وطي وطفي لحد ما تستوي وتغري فيها. غرفت ال4 اطباق دول وكانت الحالة اللهم بارك لسه مليانة. هخزنها كمان. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، انا ان شاء الله وبفضل من الله بعمل ميزانيات من اول 100 جنيه لحد كل الاسعار والاصناف.